وانا ما بقبلش الا كل قضيه عادله، وانت قضيتك قضيه باطله يا مدام. لا انا بطلب الطلاق للرحمه يا استاذه. الرحمه رحمه قلوب يا مدام، وانت للاسف قلبك من غير رحمه. طب وايه يعني لما محاميه ترفض دعوتك؟ في 1000 غيرها تقبلها، المهم تطلقي من جوزك. مش باين يا وجدي. سمعت ماما قالت لك ايه؟ مش باين. وناوي على ايه يعني؟ مش عارفه. انا هجيب لك المحامي اللي يقبل دعوه طلاقك، وكفايه بقى، كفايه انتظار. وانا في ايدي ايه يا وجدي؟ اذا كان هو رافض يطلقني ورافض الفلوس اللي عرضتها عليه رغم ظروفه وحالته. اهو بسلامته شرف من القهوه. انت بتعمل ايه هنا يا وجدي؟ وانت دخلك ايه؟ دخلي انك في بيتي وواقف مع مراتي. لا انا واقف مع خالتي وبنت خالتي، وما تتحكمش في حاجه غيرك. ها، البيت ده مش بيتك. طيب بره. سميحه. سيب سميحه في حالها واطلع بره. خالتي. لا خالتك ولا سميحه هيقدروا يمنعوني من طردك عليك ولا قلقك ولا تحتاري في امري. بس انا مش هتراجع عن رفع الدعوه وهطلب الطلاق منك. وانا خلاص مش هتراجع عن قراري. قرار ايه ده؟ قرار واحد حاولت تحطميه لكن ما حطمتيش غير نفسك. انا ما اتحطمش علشان واحده محاميه دلوعه رفضت ترفع لي الدعوه. انا قادره بفلوسي اجيب مليون غيرها وهتطلق غصب عنك. وليه بس غصب عني يا سميحه؟ علشان القانون في صفي. طيب سيب القانون دلوقتي وخلينا في قانوننا. قانوننا احنا، قانون البيت والاسره. وهي فين الاسره دي؟ انا وانتي يا سميحه. انا وانت مش كفايه علشان نقول اننا اسره. الاسره معناها زوج وزوجه واولادهم، وانت معدوم من الخلفه وحارمني وحارم البيت منها. قد ايه انت بقيتي انسانه جحده يا سميحه. اخرس. تنكر انك انت المسؤول عن قله الخلفه؟ لغايه اللحظه دي ما انكرش اني مسؤول عن قله الخلفه. طيب طلقني يا ظالم. وضامنه انك هتخلفي من غيري يا سميحه؟ مش شغلك. سميحه انا لو وقعت هقدر اقوم تاني، لكن انت يوم ما تقعي مستحيل هتقومي تاني. معناه ايه كلامك ده؟ معناه انك خلاص يا سميحه. خلاص ايه؟ انت طالق من اللحظه دي. صحيح طالق؟ ايوه طالق، ومن غير رفع دعوة وقضايا ومن غير دفع فلوس وتساومي وانا ماطل من غير. صحيح طبعا صحيح طلقتني. حتى انا محضر لك قسيمة الطلاق. فين؟ اتفضلي. ماما. لا استني سيبي ماما شوية. لا عايزة افرحها واقول لها انك خلاص طلقتني وقسيمة طلاقي معايا. مش قبل ما اخلص كلام يا سميحة. كلام ايه تاني؟ كلام هيهمك عشان فيه كل مستقبلك، كلام هيهمك علشان فيه كل سذاجتك، كلام هيهمك علشان فيه كل حقرتك. انت لتاني مرة بتقولي حقيرة، مرة وانا مراتك وسكت، والمرة دي وانا طليقتك، وما افتكرش هسكت زي زمان. وانا تحت امرك، بس اديني فرصة لما اخلص كلامي. فرصة ايه؟ فرصة اقول لك كل حاجة عني. اتفضل. عايز اقول لك عن عقد الشراء والبيع يا سميحة. عقد ايه؟ هديتك اللي قدمتها لي في يوم من الايام، وكانت الهدية 25 فدان. انا لا فاكرة هدية ولا قدمت لك هدية في يوم من الايام. الانكار النهاردة لا هيقدم ولا هيأخر بعد ما اتطلقتي خلاص، يعني مفيش داعي تستمري حقيرة على طول. اخرس، انت اللي حقير. انا لو كنت حقير كنت استغليت العقد ده وخدت حقي. العقد ده انت قطعته قدامي وانتهينا من زمان. وهو ده الفرق بين الانسان الاصيل والانسان الحقير. ممكن استأذن بقى؟ قبل ما تعرفي ايه ايامك ومستقبلك، قبل ما تعرفي ايه مصير الفرحة اللي في قلبك اللي انطلقت زي الصاروخ بعد طلاقك. مالك انت ومال مستقبلي وايامي وفرحتي؟ انت مش طلقتني خلاص، عايز ايه تاني؟ عايز اقولك عن السبب اللي خلاكي تطلبي الطلاق واللي حررك النهاردة وطرت من الفرحة علشانه كمان. عارفاه والحمد لله. وراك ايه تاني؟ ورايا الحقيقة اللي خبيتها عنك سنين يا سميحة، ورايا الغلط والصح اللي تحملتهم عشان خاطرك، ورايا نار سنين وعذابها انكوت بيها انا وبعدتها عنك. ما تقول في ايه وتخلصني؟ فيه انك انت اللي عقيم وعاقر يا سميحة.
عقيم وعاقر. اضحكي اضحكي على كيفك، بس المهم نشوف مين فينا اللي هيضحك في الاخر. اضحكي اضحكي عن اذنك. ممكن ادخل؟ اتفضل. متشكرة. تحت امرك. اولا انا اسفة على زيارة حضرتك في البيت وفي الوقت المتأخر ده. لا ابدا. حضرتك عرفتي ان رشدي طلقني؟ ايوه، جالي المكتب وشرح لي كل اللي حصل اخيرا بينك وبينه. طيب انا عايزة رشدي يا استاذة زينب. وانا ما عنديش مانع، لكن ايه المطلوب مني؟ وصدتك. انا عارفة ان رشدي بيرتاح لك وانا تحت امره وامرك. ياخد كل الارض، ياخد العمارة، ياخد كل قرش عندي، المهم يرجع لي. وبلاش تخليني اعيش بقية حياتي وانا ندمانة. ندمانة؟ افتريت عليه وظلمته، وهو اللي كان زي الجوهرة النادرة وانا مش دريانة. ابوس ايديكي، ابوس ايديكي، ساعديني، رجعي لي رشدي. هحاول يا مدام سميحة، هحاول. النهاردة بس اقدر اقف جنبك، عشان قضيتك النهاردة قضية انسانية، والرحمة فوق الواجب والقانون. امتى هترجعيهولي؟ قلتلك خلاص هحاول اساعدك، لكن امتى دي اتركيها لله ولرشدي. وانا ما بقبلش الا كل قضيه عادله، وانت قضيتك قضيه باطله يا مدام. لا أنا بطلب الطلاق للرحمة يا أستاذة. الرحمه، الرحمه رحمه قلوب يا مدام، وانت للاسف قلبك من غير رحمه. طب وايه يعني لما محاميه ترفض دعوتك؟ في 1000 غيرها تقبلها، المهم تطلقي من جوزك. مش باين يا وجدي. سمعت ماما قالت لك ايه؟ مش باين. وناوي على ايه يعني؟ مش عارفة. انا هجيب لك المحامي اللي يقبل دعوه طلاقك، وكفايه بقى، كفايه انتظار. وانا في ايدي ايه يا وجدي؟ اذا كان هو رافض يطلقني ورافض الفلوس اللي عرضتها عليه رغم ظروفه وحالته. اهو بسلامته شرب من القهوه. انت بتعمل ايه هنا يا وجدي؟ وانت دخلك ايه؟ دخلي انك في بيتي وواقف مع مراتي. لا انا واقف مع خالتي وبنت خالتي، وما تتحكمش في حاجه غيرك. ها، البيت ده مش بيتك. طيب بره. سميحه. سيب سميحه في حالها واطلع بره. خالتي. لا خالتك ولا سميحه هيقدروا يمنعوني من طردك.